نستأذنك معنا اتصال. اتفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. اتفضل. دكتور عاطف، بس بنرحب لحضرتك، نشكرك على البرنامج وبنرحب بدكتور ياسر كثيرا. يعني مرحبا، الله يحفظك. انا بس عايز اعلق على شبهة ان علماء الدين او اهل الدين او السلفيين ما بيفهموش في السياسة. ماشي، اقول لحضرتك. فانا طب ممكن اقول تعليق او كده؟ اتفضل. احنا بنقول ان السياسة جزء من الدين، يعني لو هو شعار او مجرد كلمة مفرغة فهيكون علماء الدين ما بيفهموش في السياسة. لكن هي كون السياسة من الدين، وتم الدين في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، معناه صلاح ما فيه من السياسة لكل زمان ومكان. وذلك ايضا كان بفهم الصحابة وعلماء الامة. ولم تكن السياسة والاقتصاد الاسلامي مدفون منذ عهد النبي حتى الان، ونحن ننتظر من يخرجه او يستخرجه ويتعلمه ويعلمه للناس. بل ان علماء الامة الاسلامية في كل العصور يعلمون الناس السياسة كجزء من الدين. وفي السياسة الشرعية مؤلفات كثيرة جدا لا حصر لها على مر التاريخ الاسلامي كله. وحتى ان اختلفت المسميات الان، فالانسان هو الانسان، وما يصلح من سياسات لا تخرج عن شرع الله سبحانه وتعالى. وحتى الدول هي الدول، وعلاقة المسلمين بها لا تخرج عن شرع الله سبحانه وتعالى. وعدم اختلاط علماء الدين بالسياسة سابقا لا يعني رفضهم لهذه السياسة او لعدم فهمهم، بل اعتقد هذا لفساد السياسة سابقا او اجبارهم على الابتعاد عنها. واعتقد هذا ما ادركه كثير من الاحزاب او المنشغلين بالسياسة وانسحبوا من العمل السياسي قبل الثورة مباشرة، على رغم تاريخهم الطويل فيها، لادراكهم يعني كم الفساد الهائل في تلك الفترة. واقول ايضا ان ليس بالضرورة حتى تكون سياسيا ناجحا كما يرى البعض ان تكون كذابا او منافقا او مشابه. شكرا جزيلا، ربنا يبارك فيك. جزاك الله خيرا اخي الكريم، كلامك حلو جدا وانا موافق عليه ومعضد له. بزيد على ان كلمة ساسة يعني قادة، خير من ساس الناس الانبياء على رأسهم محمد صلى الله عليه وسلم، رغم ان هو ما عرف عنه ولا كذب صلى الله عليه وسلم قط، ولا خان عهدا قط، ولا خان امانة قط. لذلك احنا اللي بيقولوا اصل انتوا سذج ما تفهموش في السياسة، فبقول ده شرف لنا ان احنا ما نفهمش في السياسة الخبيثة، سياسة الكذب والزور، وسياسة المراوغة وعدم اظهار المبادئ. احنا بنقدم حاجة جديدة بالتأكيد، وبالتالي فجزاك الله خيرا. احنا سعداء بهذا الوصف. بس السياسة مواقف وممارسة. مواقف بالتأكيد كان لنا مواقف في كل القضايا ذات الأهمية في حياة الأمة. بتذكر أو بذكر من أول الثورة الإيرانية كان موقف متميز في التحذير من خطر الشيعة، وأظن أن كل الناس النهاردة مدركة بأن الشيعة خطر كبير جدا. ده كلام سياسي على كل مجتمعات المنطقة وليس على دول المنطقة، بذور الفتن الطائفية في كل مكان يوجد فيه. بقول كان لنا موقف واضح ومحدد من حرب الخليج وعدم وجود القوات الأجنبية التي ثبت أنها ضرر هائل على المنطقة كلها سياسيا. ده كان لنا موقف من حرب احتلال العراق، لنا موقف من غزة وفلسطين، لنا موقف واضح جدا من دعم المقاومة في أثناء حرب غزة، لنا موقف من اتفاق غزة أريحة أولا. كل دي كانت مواقف، بالإضافة إلى كل المعتركات السياسية الداخلية من قوانين، من يعني مسائل كلنا كان فيها طرح لها وتحديد موقف. خلال السنوات اللي فاتت، اللي يراجع موقع صوت السلف، يراجع مجلة صوت الدعوة قديما في التسعينات اللي كانت بتصدر، سيجد لنا مواقف. أما الممارسة فكانت لأنها كانت مسرحية، ما كانتش دعوة، ما كانتش سياسة، ما كانتش ممارسة حقيقية، كانت مسرحية هزلية أولها التزوير وآخرها الموافقة داخل مجلس الشعب بالأغلبية الكاسحة المزورة. فإحنا قلنا لا، موازين القوى لا تسمح لنا بالدخول في تنازلات ولا بالدخول انفاق العمر فيما لا فائدة فيه. لما تغيرت الموازين، والشعب المصري كله أدرك ذلك، مش احنا لوحدنا، الشعب المصري طوابيره الطويلة، المنظر المؤثر جدا اللي خلى كبار
كبار من كتاب الغرب بيقولوا ان على اوروبا ان تشعر بالخزي، وانا والله فعلا ينبغي ان اشعر بالخزي، لان هم لا عندهم ديمقراطيه ولا حريه، كل ما ولا حقوق انسان، كلها مبادئ وهميه للاسف الشديد. واللي عندهم حريه حقيقيه اللي هي حريه التحرر من الشهوات وعباده العبيد الى حريه عباده الله وحده لا شريك له هم اهل الاسلام. اللي عندهم شورى حقيقيه صادقه وليست مبنيه على تزوير اراده الناس او خداعهم او تخويفهم بالباطل وارهابهم، سحروا اعين الناس، سحروا افكارهم واسترهبوهم، خوفوهم اعظم التخويف بالباطل، وجاءوا بسحر عظيم. ولكن اقول اذا القينا ما معنا من ايات الله فسيبطل سحر السحر. واقول للاخوه خصوصا، بقول للناس عموما، كل ده من الزبد، وقد قال الله عز وجل فاما الزبد فيذهب جفاء واما ما ينفع الناس فيمكث في الارض. السلوكيات غير الاسلاميه اللي شوهدت اثناء الانتخابات هذه من الزبد وسيذهب جفاء، حتى ولو اثمرت في وقت معين ثمره ستكون ثمره مره ستذبل زهرتها سريعا، سيبقى الحق باذن الله تبارك وتعالى اظهر واعلى، وهو من التمحيص الذي يقع. هل سنقبل ان نستمر في هذا المسار باخلاقنا بمبادئنا، ام اننا سنسير مع الناس، او اننا سنغير نياتنا؟ لان حاجه عاديه جدا عند الناس ان نطلب الرئاسه، واحنا بنقول لا، طلب الرئاسه ده نيه فاسده، وان احنا بنقول ان احنا ده بتفرض علينا. انا اتذكر فضيله اخونا الكريم الشيخ عبد المنعم الشحات ان هو بيكاد يبكي واحنا بنكلفه ان هو يكون مرشح في الدائره، فعلا في غايه الضيق ان كلف بذلك، ويحاول محاولات مستميته لتغيير ذلك. انا يعني هذا افرحني، وزي قلت له باذن الله موفق على اي الاحوال باذن الله تبارك وتعالى، لان الرسول صلى الله عليه وسلم قد قال تجدون احسن الناس في هذا الشأن، شأن الولايات ونحو ذلك، اشدهم له كراهيه. واخوه كتير افاضل كذلك ما قبلوا ذلك الا استجابه لنصره الاسلام وخدمه ومصلحه للبلاد والعباد.